اكتشفت باللي عنده حجم كبير بزاف، شي حاجة ما شفتهاش عند راجلي أشرف. وخفت في الأول وحسيت براسي مشدودة ومشوشة. قلت ليه أنا ضيقة من تماك، عمري درت من اللور. حسيت بالحشمة وأنا كنقول هاد الكلام، ولكن كنت باغية نكون واضحة معاه. هو شاف فيا وابتسم وقال لي ما تخافيش أميرة، غندير غير الراس، كوني هانية. أنا سميتي أميرة، عندي 25 عام ومزوجة من أشرف هادي عامين بالضبط. من نهار تزوجنا وانا وياه كنا كنعيشوا حياة عامرة بالحب. أشرف راجل زوين، كيحبني وكيحترمني، وديما كان كيشجعني باش نحققوا أحلامنا مع بعضنا. هو خدام في شركة كبيرة وكان كيدخل مدخول مزيان، ولكن الحياة كانت كتطلب منا نعاونوا بعضياتنا، وانا كنت كنشقى في شغلات صغار من هنا ومن لهيه باش نساعدوا في مصاريف الدار. كنا ديما كنهضروا على المستقبل وعلى كيفاش غنخليو حياتنا حسن. كنت كنحلم نكون عائلة سعيدة، وكنت كنشوف راسي ومعانا دراري صغار كيضحكوا في الدار. أشرف كان كيشاركني نفس الحلم، وهذا الشيء كان كيقويني أكثر كل نهار. كنت كنحمد الله على هاد النعمة، وكنت باغية نحافظ على هاد التوازن. حياتنا كانت بسيطة ولكن عامرة بالأمل والتعاون. كنا كنحسوا براسنا فريق قوي، وهذا الشيء كان كيخليني فخورة بزواجنا. واحد النهار وانا جالسة في الدار، أشرف رجع من الخدمة وقال لي أميرة، الباترون ديالي غادي يجي يتعشى معانا هاد العشية. أول ما سمعت هاد الخبر حسيت بحماس كبير، ولكن في نفس الوقت شي قلق صغير. كنت باغية نخرج بصورة زوينة قدام أشرف، وخاصة قدام الباترون ديالو، حيث كنت عارفة باللي هاد الشي مهم بالنسبة ليه. بديت نفكر فاش غنوجد العشاء، وقلت في بالي خاص تكون أكلة تجمع بين التقاليد والذوق. كنت باغية الأكلة تكون مميزة باش تبين باللي أنا مرأة أشرف وكان عارف ندير الصواب. قلت لنفسي هذه فرصة باش نبين حسن الضيافة ديالي. بديت نسرح في بالي وفكرت في شي أكلات مغربية تقليدية زوينة. كنت مترددة بين الكسكسو وطاجين الدجاج بالزيتون، ولكن في الأخير قررت ندير شي حاجة بسيطة وأنيقة. حسيت براسي بحالي لا في مسابقة، وكنت باغية كل شي يكون ناضي. أشرف شافني كنتقلق وقال لي أميرة ما تخافيش، غير ديري اللي كتعرفيه، انتي ديما كتخرجي بصورة زوينة. هاد الكلمة شجعاتني، وقلت لنفسي هذه فرصتي باش نبين قدراتي. بديت نخرج الأواني الزوينين، وقلت خاص الطبلة تكون شي حاجة تعجب الضيف. كنت كنحلم العشاء يكون ناجح، وكنت كنتمنى يخلي انطباع زوين عند الباترون. من بعد ما فكرت مزيان قررت ندير واحد الطاجين مغربي تقليدي على حقه وطريقته، بالدجاج والخضرة الطازة مع شوية ديال التوابل اللي كتعطي النكهة المغربية الأصيلة. بغيت الأكلة تكون مميزة، حيث كنت عارفة باللي الباترون ديال أشرف راجل كيقدر الماكلة الزوينة. ضفت حتى شي حلوة خفيفة، شوية آملو باللوز وشوية ماء الزهر باش تكمل الأمسية. قضيت النهار كامل في المطبخ، كنقطع الخضرة، كنوجد الدجاج، وكنشعل العافية بشوية باش الطاجين يطيب على راحته. كنت كنشوف كل التفاصيل الصغيرة، من الأواني اللي غنستعمل حتى الطبلة اللي غنفرشها. جبت أحسن زليجة عندي ودرت عليها مفارش زوينين باش الطبلة تبان أنيقة. حتى ديكور الدار نظفته ودرت شوية ديال الشمع والعطر المغربي باش ريحة الدار تكون زوينة. كنت كنحس برافي كأنني كنستقبل شي ضيف مهم بزاف. كل شوية كنت كنتفقد الطاجين ونشم ريحته باش نتأكد باللي كل شي غادي مزيان. أشرف مرة كان كيدخل للمطبخ ويضحك، أميرة باينة غتخرجي شي عشاء يفشل. هاد الكلام كان كيشجعني، ولكن في نفس الوقت كنت خايفة شي حاجة تمشي غلط. في الأخير من بعد ساعات ديال التحضير كل شي كان واجد، والدار كانت كتشع بالنظافة والريحة الزوينة. قلت في بالي إن شاء الله هاد العشاء يكون ناجح ويعجب الباترون. في العشية سمعت جرس الباب، وكان أشرف والباترون ديالو وصلوا. الباترون كان راجل شاب أنيق بزاف، لابس كوستيم شيك وكيسلم عليا بابتسامة واسعة. حسيت براسي مرتاحة شوية حيت شفته ودود. جلسنا كاملين على الطبلة اللي وجدتها بعناية وبدينا نتعشاو.
الطاجين اللي درت عجب الجميع، والباترون بدا كيمدح: أميرة، هاد الطاجين تحفة، تبارك الله عليك. كنت كنحس براسي فخورة بزاف، وأشرف كان كيشوف فيا بعينين عامرين فرحة. الجو كان مريح، والباترون كان كيهضر بطريقة لابقة، كيحكي على الخدمة وعلى شي قصص مضحكة، وكان واضح عنده كاريزما قوية، وكل كلمة كيقولها كانت كتشد الانتباه. أنا كنت كنهضر شوية ونضحك معاهم، ولكن في الغالب كنت مركزة باش كل شي يمشي مزيان. الحلوة اللي درت كملات الأمسية، والباترون شكرني بزاف قبل ما يمشي. ومن داك الليلة تبدلات بزاف ديال الحوايج، حيت الباترون ولا كيتصل بيا مباشرة، ماشي غير على الخدمة ديال راجلي، ولكن حتى عليا أنا. كيعيط يسول ويبان مهتم بطريقة زايدة. في الأول قلت غير حسن النية، ولكن مع الوقت بان ليا باللي كاين شي حاجة ما طبيعية، وولات الرسائل ديالو تكتر، والهضرة ولا فيها شي إيحاءات ما عجبونيش. واحد النهار تصول ليا وانا بوحدي، وقال لي بصراحة: أميرة، انتي ماشي غير مرا زوينة، انتي مرا خاصها تكون في حياة مختلفة. ديك الساعة فهمت باللي الخط الأحمر تقطع، وسديت الباب من الأول، وقلت ليه بوضوح: أنا مرا متزوجة وعندي راجل كان احترمه، وهاد الشي ماشي ليا. قطع معايا التصل من داك النهار، ولكن حتى راجلي تبدل، حيت بان ليا كان عارف باللي الباترون ديالو ماشي نقي في هاد الناحية، ومع ذلك جابو لدارو. ومن تما بديت كنشوف بزاف ديال الحوايج اللي ما كنتش كنشوف من قبل، وبقيت كنقول مع راسي: واش فعلا كنت عايشة في حياة سعيدة، ولا غير كنت كنصدق داك الشي اللي بغيت نصدق. من بعد ما خرج أشرف ضمني وقال لي: أميرة، حمرتي لي عيني اليوم. هاد الكلام خلاني نحس باللي جهدي ما ضاعش، وكنت فرحانة حيت العشاء نجح. من بعد شي أيام من العشاء أشرف رجع للدار من الخدمة، وعينيه كيبانوا فيهم الفرحة. جلس حدايا وقال لي: أميرة، الباترون عجبو العشاء بزاف، ودار لك بلاصة في الشركة. في الأول تفاجأت حيت ما كنتش متوقعة هاد العرض، حسيت بفرحة كبيرة، ولكن في نفس الوقت شي حيرة صغيرة. سولني أشرف: واش تخدمي؟ واش عجبك الفكرة؟ أنا فكرت شوية وقلت في بالي: هادي فرصة ما تعودش. جاوبته: علاش لا، هادي فرصة زوينة باش نطوروا المدخول ديالنا ونتعاونوا كتر أنا وياك. أشرف ابتسم وقال لي: كنت عارف باللي غتقبلي، انتي ديما كتفكري في المستقبل. حسيت براسي متحمسة، حيت الخدمة في شركة كبيرة كانت حلم بالنسبة لي. قلت لنفسي: هادي غتكون بداية جديدة، وغنقدر نعاون أشرف كتر في مصاريف الدار. بديت نفكر كيفاش غنكون في الخدمة، وكنت باغية نثبت راسي. أشرف شجعني وقال لي: أميرة، أنا واثق فيك، غتكوني أحسن موظفة. هاد الكلام زادني حماس، وقلت في بالي: هادي فرصتي باش نبين قدراتي ونخلي حياتنا حسن. نهار الاثنين صبحت بكري بزاف، قلبي كيدق بالحماس. كنت متحمسة وفي نفس الوقت شوية خايفة، حيت كانت أول تجربة ليا في شركة كبيرة بحال هادي. لبست حوايج أنيقة ومرتبة، وقلت لنفسي: أميرة، هادي فرصتك باش تبيني راسك. وصلت للشركة مع أشراف، ومن أول ما دخلت الباترون رحب بيا بابتسامة زوينة. جلس معايا وشرح لي الأمور بطريقة هادئة وواضحة، وراني المكتب ديالي وشرح لي المهام اللي غندير. حسيت باللي عنده ثقافة، وهذا الشيء خلاني مرتاحة. المهام كانوا بسيطين في الأول، غير شوية ديال الأرشيف وتنظيم الملفات، ولكن كنت كندير جهدي باش كل شيء يخرج مزيان. الناس في الشركة كانوا ودودين، وكنت كنحس براسي في بيئة مريحة. كل ما كملت شي مهمة كنت كنحس براسي فخورة. الباترون مرة كان كيجي يتفقدني ويقول لي: برافو أميرة، كتعلمي بسرعة. هاد الكلام كان كيشجعني، وقلت في بالي: هاد الخدمة غتكون زوينة، وأنا غنثبت راسي ونخلي أشرف فخور بيا. كنت باغية نبين للكل باللي أنا قد المسؤولية، وكنت كنتخيل راسي كنتطور في هاد الشركة مع الوقت. من بعد شي أسابيع ديال الخدمة بديت نلاحظ باللي الباترون بدا كيتقرب مني أكتر شوية. كان كيجي للمكتب ديالي بزاف، وكيبدا يهضر معايا على الخدمة بطريقة ودودة. مرة كان كيقول لي: أميرة،
تعلمتي دغيا تبارك الله عليك، ولا شغلك زوين بزاف، انتي موهوبة. أنا كنت كنشكرو وكنبتسم حيت كنت كنحس باللي هاد المديح عادي في الإطار ديال الخدمة. في بالي كنت كنقول غير كيحترمني حيت أنا مرات أشرف وصاحبته في الشغل، وما كنتش كنفكر في شي حاجة أخرى، وكنت كنحاول نركز غير على خدمتي. كان كيطلب مني شي مهام زايدة وكنت كندير جهدي باش نكملها على أحسن وجه. مرة كان كيدير تعليقات خفيفة بحال انتي ديما أنيقة، هادي موهبة، وانا كنت كنضحك ونقول في بالي هذا غير أسلوبه في الهضرة. ولكن مع الوقت بديت نلاحظ باللي كيطول في الهضرة معايا أكثر من اللازم وكيحاول يبقى حدايا. كنت كنحس بشي حاجة غريبة، ولكن كنت كنشك في الأمر ونقول وقيل غير أنا اللي كنتخايل. وفي النهاية كنت كندير راسي كأنه كل شي عادي، حيت ما بغيتش نفكر في شي حاجة تخرجني من التركيز ديالي في الخدمة. من بعد مدة الأمور بدات كتبدل شوية في الروتين ديالنا. أشرف بدا كيخدم شي مناوبات في الليل في الشركة، يعني كان كيخرج من الدار في العشية وما كيرجع حتى للصباح. أنا كنت كنخدم في النهار، وهذا الشيء خلانا ما كنبقاوش كنتلاقاو بزاف بحال قبل. كنت كنرجع للدار بوحدي وكنحس بشي فراغ كبير. الدار كانت كتبان ليا هادية بزاف بلا أشرف، وكنت كنشوف غير التلفازة ولا نرقد بكري. في الصباح الباترون بدا كيجي يوصلني للخدمة بوحدي، حيت أشرف كان كيكون مازال ما راجع من المناوبة. كان كيجيب السيارة ديالو وكنت كنركب معاه بلا ما نفكر في شي حاجة. كنت كنقول في بالي هادشي عادي، هو صاحب أشرف وكيحاول يعاوننا. كان كيهضر معايا في الطريق وكنا كنضحكوا على شي حوايج خفيفة بحال الخدمة ولا شي قصص عادية. أحيانا كان كيسولني على أشرف وكيفاش دايرة حياتنا، وانا كنجاوبو بطريقه عاديه. ما كنتش كنحس بشي حاجه غلطه حيت كنت كنثيق فيه كصاحب راجلي. ولكن مع الوقت بديت نلاحظ باللي كيطول في الهضره معايا اكثر من اللازم وكيحاول يبقى حدايا. كنت كنحس بشي حاجه غريبه، ولكن كنت كنشك في الامر ونقول وقيل غير انا اللي كنتخايل. وفي النهايه كنت كندير راسي كانه كل شيء عادي، حيت ما بغيتش نخلق شي مشكل يخرجني من التركيز ديالي في الخدمه. وواحد العشيه وانا كنشقى في الخدمه ساليت المهام ديالي وخرجت من الشركه. لقيت الباترون برا كيتسناني وقال لي ابتسامه اميره نوصلك للدار. شكرته وقلت في بالي عادي حيت ديما كيوصلني. ركبت معاه في الطوموبيل وفي الطريق كنا كنهضروا على شي حوايج خفيفه. منين وصلنا للدار حسيت خاصني ندير معاه الصواب، حيت كان ديما كيساعدني ويوصلني. ومن باب المجامله قلت ليه يدخل يشرب شي حاجه، كاس ديال اتاي. هو ابتسم وقال صافي ماشي مشكل، ودخل معايا للصالون. اشرف كان في خدمه الليل، يعني الدار كانت خاويه. وجدت كاس ديال اتاي وجلسنا. كنت كنحس براسي مرتاحه حيت كنت كنظنها غير مجامله عاديه. هو كان كيهضر ويضحك وانا كنت كنرد عليه بنفس الطريقه، ولكن بديت نلاحظ باللي كيحاول يقرب مني شويه في الهضره وكيطول في الجلسه. قلت في بالي وقيل غير انا اللي كنتخايل. بغيت نبقى محترمه ولكن ما نكذبش. حسيت الجو تبدل شويه، عينيه كانوا كيشوفوا فيا بطريقه خلاتني نحس بشي حاجه مختلفه. في ديك اللحظه ما كنتش عارفه شنو ندير، وقلت غير نسالي اتاي ويخرج. ولكن الامور ما بقاتش بحال ما كنت متخيله. كنا جالسين في الصالون وكنهضروا ونضحكوا على شي حوايج بسيطه، ولكن الجو بدا كيتبدل تدريجيا. هو بدا كيقرب اكثر، كيقرب في الجلسه وكيهضر بصوت هادئ. حسيت براسي مشدوده ليه بلا ما نعرف كيفاش، وحتى انا لقيت راسي كنقرب شويه بلا ما نفكر. عينيه كانوا كيشوفوا فيا بطريقه مختلفه، وابتسامته كانت فيها شي حاجه كتجذب. فجاه يديه بداو كيقربوا بزاف، وانا من غير ما نفهم راسي لقيت راسي كنخلي الامور تمشي. كانت حاله غريبه بزاف، بحال الا عقلي وقف. ما بقيتش عارفه واش كنخدم بعقلي ولا لا. قلبي كان كيدق بسرعه وكنت كنحس بمزيج ديال الخوف والحماس. ما كنتش عارفه كيفاش وصلت لهذا الوضع حيت كل شيء وقع بسرعه. كنت كنحاول نقول لراسي اميره وقفي، ولكن شي حاجه داخلي كانت كتخليني نكمل. التلامس بيناتنا تزاد وهو كان كيقرب اكثر. حسيت براسي ضايعه في ديك اللحظه، بحال الا كنشوف راسي من برا.
كل شيء كان كيوقع بسرعة وما كنتش قادرة نسيطر على الأمور. في النهاية حسيت باللي دخلت في موقف كبر مني وما كنتش عارفة شحال غيكون تأثيره عليا. منين قال لي ما تخافيش غندير غير الراس، وثقت فيه، ولكن من بعد حسيت باللي الأمور خرجات على السيطرة. بدا كيدفع أكثر وأنا حسيت بألم قوي. بديت كنقول ليه لا عافاك بركة، وكنحاول نوقفه ولكن صوتي كان ضعيف وما كنتش قادرة نسيطر على الموقف. هو بقى مكمل وكيقول بصوت هادي حتى نسالي كوني هانية، ولكن كلامه ما كانش كيطمني. بقيت شي نص ساعة وانا كنحس بالألم، عيني عامرين دموع وكنحس براسي في حالة صعيبة بزاف. كنت كنفكر في أشرف وكيفاش وصلت لهذا الوضع. قلبي كان كيدق بقوة وكنت كنحس بالذنب والخوف في نفس الوقت. ما كنتش متخيلة باللي الأمور غتوصل لهذه الدرجة. منين سالة لبس حوايجو بسرعة، شاف فيا بنظرة عادية وخرج من البيت بلا ما يقول حتى كلمة كبيرة. أنا بقيت جالسة منهارة ومشوشة، ما قدرش نصدق واش هادشي فعلا وقع. حسيت براسي ضايعة وجسمي كان كيرتعد من الصدمة والألم. قلت في بالي أميرة واش هادشي هو اللي درتي؟ ولكن ما لقيتش الجواب. كنت غير كنحاول نركز على راسي ونهدي، ولكن الإحساس بالذنب كان كيقتلني. في الصباح ديال داك النهار ما قدرتش نوقف من بلاصتي، كنت محطمة جسديا ونفسيا والألم باقي في الجسم ديالي. ما قدرتش حتى نفكر نمشي للخدمة، حسيت براسي ضعيفة بزاف وبقيت غير جالسة في بيتي كنفكر في داك الشيء اللي وقع. الباترون تسول لي قبيل الظهر وسولني أميرة مالك ما جيتيش للخدمة؟ صوته كان عادي بحال الا ما كاين حتى مشكل. انا ما عرفت شنو نقول، فقلت ليه صبحت مريضة ما قدرتش نجي. جاوبني بهدوء صافي ارتاحي وجي من اللي تقدري. حسيت براسي في موقف ضعيف بزاف وكأني ما عنديش القدرة نقول شي حاجة أخرى. من بعد ما سديت التليفون بقيت غير كنفكر في داك الشيء اللي وقع وكيفاش وصلت لهاد الحالة. الذنب كان كياكلني وكنت خايفة بزاف أشرف يعرف شي حاجة. قلت في بالي أميرة خاصك تهدي وتفكري كيفاش هتخرجي من هذا الوضع، ولكن في ديك اللحظة ما كنتش عارفة كيفاش نتصرف ولا منين نبدأ. من بعد يومين ديال الراحة حسيت براسي شوية حسن وقررت نرجع للخدمة. كنت خايفة شوية ولكن قلت في بالي خاصني نكمل، ما يمكنش نبقى غايبة. وصلت للشركة وكملت خدمتي بحال العادة، ولكن كنت كنحس بثقل في قلبي. من بعد الباترون عيط ليا المكتب ديالو وقال بصوت هادي أميرة في العشية غنديك معايا للدار. حسيت بالخوف كيدخل فيا حيت عرفت باللي ممكن يعاود نفس الموقف، ولكن ما نكذبش كان جزء مني حاس بشي فضول غريب. من بعد ما ساليت الخدمة تسنيته برا بحال ما طلب. ركبت معاه في السيارة وفي الأول كنت كنظن غيوصلني للدار، ولكن في الطريق لاحظت باللي بدل الطريق اللي كتاخد لداري. سولته فين عادي؟ جاوبني بكل بساطة غادي بيك لداري. قلبي بدا كيدق بقوة وبغيت نقول لا، ولكن ما خرجش مني الكلام. حسيت براسي مشدودة وفي نفس الوقت كان جزء مني باغي يمشي معاه. كنت في حالة حيرة ما عارفة واش هاد القرار صحيح ولا غلط. في ديك اللحظة حسيت براسي ضايعة بين الخوف والرغبة وما قدرتش نسيطر على راسي. ركبت ساكتة وقلت في بالي واش غنعاود نفس الغلط، ولكن كان صعيب نوقف الموقف. منين وصلنا لدارو حسيت براسي في جو غريب. الدار كانت كبيرة وأنيقة ولكن قلبي كان كيدق بالتوتر. رحب بيا بابتسامة ودخلنا للصالون بلا ما نهضروا بزاف. بدا كيتقرب مني بنفس الطريقة اللي دارت في داري وعاود نفس الشيء، وكان مركز بزاف على جهة واحدة بحال إلا ما مهتم بحتى حاجة أخرى. هاد المرة ما نكذبش بديت نحس بشي إحساس غريب. الألم اللي حسيت به في المرة الأولى بدا كينقص، وبصراحة بديت نولف هاد التجربة. كنت كنحس بشي حاجة ما كنتش عايشاها مع أشرف، وهو كان كيعرف كيفاش يخليني مرتاحة، وهاد الشي بدا كيجذبني أكثر. من بعد ديك الليلة بدا كيجي عندي للدار ولا يمشي عنده كل ما كان أشرف خدام في الليل. كل مرة كان كيوقع نفس الشيء،
وأنا وليت كنستمتع معاه بطريقة ما كنتش متخيلها. ولكن في نفس الوقت كل ما كنت كنسالي ونبقى بوحدي كان كيجيني إحساس كبير بالذنب. كنت كنفكر في أشرف، في حياتنا مع بعض وفي الحب اللي بيناتنا. كنت كنقول لراسي أميرة واش هادشي هو اللي بغيتي؟ ولكن كنت كنحس براسي مشدودة للباترون وما كنتش قادرة نوقف هاد العلاقة. كل مرة كنت كنقول غنحبس، ولكن من بعد كنرجع لنفس الطريق. حسيت براسي ضايعة بين متعة مؤقتة وخوف من ضياع حياتي مع أشرف. الذنب كان كيزيد نهار على نهار، وكنت كنحس براسي دخلت في دوامة صعيبة بزاف. كنت خايفة شي نهار الأمور تنفضح، ولكن في نفس الوقت ما كنتش قادرة نبعد من الباترون، وهذا الشيء خلاني نعيش صراع داخلي كبير وما كنتش عارفة كيفاش نخرج منه. دابا الخوف بدا كيتملكني اكثر. كل ما كنت كنفكر في أشرف كنت كنحس قلبي غيتقطع من القلق. خفت بزاف يعرف شي حاجة على العلاقة ديالي مع الباترون. حياتي مع أشرف كانت زوينة، عامرة بالحب والتعاون، وما كنتش مدخلة في بالي نخسره ولا نخسر داك الشيء اللي بنيناه مع بعض. كنت كنحلم نكملوا حياتنا ونبداو عائلة، ولكن هاد العلاقة بدات كتهدم هاد الحلم. كل مرة كنت كنحس براسي مشدودة للباترون، بحال كاينة قوة كتجرني ليه، رغم أني عارفة بلي هاد الشيء غلط. الصراع اللي داخلي كان كيقتلني، حيت جزء مني كان باغي يوقف وجزء آخر كان مستمتع وما قادرش يبعد. كنت كنحس براسي كنعيش حياة مزدوجة، وكنت كنشوف راسي في المراية ونقول أميرة شكون هادي؟ كنت كنشوف راسي وأنا كنغرق في هاد الدوامة، وكنحاول نقنع راسي غنوقف، ولكن كل مرة كنرجع لنفس النقطة. الخوف من أن أشرف يكتشف الحقيقة كان كيخليني نرقد وأنا متوترة، وكنت كنحلم بكوابيس باللي عرف كل شيء. في الأخير كنت عارفة خاصني نلقى حل، ولكن ما كنتش عارفة منين نبدأ، وهذا الشيء كان كيزيد الحيرة والقلق ديالي. حتى في الخدمة بديت نلاحظ باللي الناس بداو كيهضروا عليا. كان واضح باللي العيون ديالهم كتحوم عليا كل ما كنت كنخرج من مكتب الباترون ولا كنكون معاه في شي بلاصة. كنت كنحس بالنظرات ديالهم والهمسات اللي كيتبادلوها، وهذا الشيء بدا كيخليني نحس بالخجل. مرة سمعت وحدة من الخدامات كتقول لوحدة أخرى شفتي أميرة ديما مع الباترون، واش فيها شي حاجة؟ هذا الكلام وجعني، حيت ما كنتش باغية سمعتي تتأثر. كنت عارفة باللي ديما كنكون معاه، سواء في المكتب ولا ملي كيوصلني، وهذا الشيء خلى الناس يفكروا في شي حاجة خايبة. حاولت نركز على خدمتي ونتجاهل الشائعات، ولكن كان صعيب نبعد منه، حيت كان ديما كيطلب مني نجي عنده ولا نسالي شي مهام معاه. كنت كنحس براسي محبوسة في واحد الموقف صعيب، والشائعات بدات كتوصل لودني، والضغط كيزيد نهار على نهار. كنت خايفة شي حد يوصل الكلام لأشرف، وهذا الشيء كان كيزيد من توتري. في النهاية كنت كنحاول ندير راسي ما سمعت والو، ولكن من الداخل كنت كنعاني من الخجل والخوف. كل ليلة من بعد ما كنت كنرجع للدار كنت كنبقى جالسة بوحدي وكنفكر واش غنسالي هاد العلاقة. كنت كنحس براسي ضايعة بزاف، بحال الا في وسط دوامة ما عارفاش كيفاش نخرج منها. الخوف من أن أشرف يعرف الحقيقة كان كيقتلني، حيت كنت عارفة إلا عرف غادي نخسروا حياتنا مع بعض. وفي نفس الوقت كنت خايفة على سمعتي في الخدمة، حيت الشائعات بدات كتنتشر، وكنت كنحس باللي الناس بداو كيشوفوا فيا بطريقة مختلفة. ولكن ما نكذبش، كنت كنحس بشي إحساس قوي ناحية الباترون، شي حاجة كتجذبني ليه رغم أني عارفة باللي هاد الشي غلط. كنت كنحس براسي مقسومة على جزء مني كان باغي يحافظ على أشرف وعلى الزواج ديالنا، وجزء آخر كان كيستمتع باللحظات مع الباترون. كل ما كنت كنحاول نقنع راسي نبعد منه كنت كنرجع ونلقى راسي عنده. كنت كنقول لراسي أميرة خاصك توقفي هاد الشي، ولكن الرغبة كانت كتغلبني. كنت كنفكر في المستقبل وكيفاش غيأثر هاد الوضع على حياتي، وكنت حاسة براسي ضايعة بين الذنب والإحساس بالمتعة. كنت كنحلم نرجع للأيام اللي كنت فيها مرتاحة مع أشرف بلا هاد الصراع كامل. في ديك الليالي كنت كنرقد وانا كنبكي، كنطلب من ربي يهديني ويعطيني القوة باش نخرج من هاد الحيرة. ما كنتش عارفة شنو ندير، ومحتاجة شي حل ينقذني من هاد الوضع.
كل ما كنت كنفكر في وضعي كنت كنحس براسي في حرب مع نفسي. حاولت مرات ومرات نبعد من الباترون، وكنت كنقول أميرة خاصك توقفي هاد العلاقة قبل ما تخربي كل شيء، ولكن كل مرة كان كيتصل بيا وصوته كان كيخليني نرجع ونراجع قراراتي. كان كيطلب مني نشوفه وانا كنت كندير راسي قوية ونقول لا هاد المرة غنرفض، ولكن في الأخير كنت كنلقى راسي كنوافق ونمشي عنده. كنت كنقول لراسي هادشي غير فترة وغادي تدوز، غير شوية وغنوقف، ولكن في الواقع الأمور كانت كتزاد تعقيد نهار على نهار. كل مرة كنت كنحس بالذنب أكثر، وفي نفس الوقت كنت كنحس بإغراء كيشدني ليه. كنت كنحس براسي بحال شي مسجونة في دائرة ما قادراش نخرج منها. الصراع اللي داخلي كان كيقتلني، حيت كنت عارفة باللي هاد العلاقة غلط، ولكن ما كنتش قادرة نتحكم في الرغبة ديالي. كنت كنفكر في أشرف وفي حياتنا الزوينة، وهاد الشي كان كيزيد من وجع قلبي. كنت خايفة بزاف من المستقبل وما كنتش عارفة كيفاش غنخرج من هاد الدوامة. دابا أنا فعلا في موقف صعيب بزاف، وكأني حبست في شي متاهة ما عارفة كيفاش نخرج منها. الخوف كياكلني كل نهار، خايفة أشرف يعرف شي حاجة على العلاقة ديالي مع الباترون وهاد الشي يخرب حياتنا الزوينة. الشائعات في الخدمة بدات كتنتشر، وكل ما كنشوف الناس كيشوفوا فيا كنحس باللي عينيهم كتهضر عليا. حسيت براسي خاصني نسالي هاد العلاقة مع الباترون، حيت كل مرة كنشوفه كنزيد نغرق في الذنب. ولكن ما نكذبش، كنت كنحس براسي ضايعة، ما عارفة كيفاش نواجهه ونقول ليه لا. كل مرة كنت كنقول لراسي هذه آخر مرة، ولكن كنت كنرجع لنفس الغلط. أشرف كان كل شيء بالنسبة لي، وما بغيتش نخسره ولا نخسر الحب والثقة اللي بيناتنا. بغيت شي حل يخرجني من هذه الدوامة، شي نصيحة تساعدني نرجع لحياتي الطبيعية مع راجلي. كنت كنحلم نرجع للأيام اللي كنت فيها مرتاحة مع أشرف، نهضروا ونضحكوا بلا هاد القلق كامل. كتبت قصتي حيت محتاجة شي حد يسمعني ويعطيني طريقة باش نتصرف ونحمي الزواج ديالي. قلبي كيوجعني من الذنب، وانا باغيه غير نصلح الامور ونعيش مع اشرف بحال قبل، ونتمنى نلقى الشجاعه والحل باش نخرج من هذا الوضع ونرجع لنفسي الحقيقيه. من بعد ما فكرت مزيان حسيت قلبي كيهضر بصوت واضح، خاصني نوقف هاد الشي قبل ما يخرب حياتي. سولت راسي شنو بغيت فعلا، وحسيت باللي الحب اللي بيني وبين اشرف اهم من اي متعه مؤقته. قررت نتواصل مع الباترون بطريقه واضحه، قلت ليه بكل هدوء العلاقة بيناتنا خاصها توقف، وكل شي غادي يبقى مهني ورسمية. كنت خايفة شوية، ولكن مع الوقت حسيت بالقوة كتدخل في قلبي، وكأنني رجعت كنسيطر على حياتي. رجعت نركز على زواجي، على أشرف، على الضحك والهضرة اللي كانت كتملأ دارنا بالدفء. كل يوم كنت كنحس بالحب ديالو كيزيد وكيتعمق، وبالطمأنينة اللي غابت مني هاد الفترة. الإحساس بالذنب بدا كيخف، ووليت كنحس بالراحة النفسية، وكأنني رجعت لنفسي الحقيقية. أشرف لاحظ تغيير، وشفت في عيونه الفرحة والفخر بيا، وابتسم ليا بطريقة كتقول ليا فرحت بزواجنا وما غنخلي حتى شي حاجة تفرق بيناتنا. وهكذا تعلمت درس كبير، الشجاعة في اتخاذ القرارات الصحيحة، والقدرة على وضع الحدود كتحمي الحب وكتخلي الحياة أحسن. ورجعت نعيش مع أشرف حياة مليانة حب، ثقة وطمانينة، وكل يوم كنحمد ربي على هاد النعمة.